النجم اللامع، النجم الجميل، النجم الضابط، النجم الفنان، النجم الموسيقار، النجم المطرب، العميد هيثم دراز من مركز الابداع بالاسكندريه واحتفالات بثوره 30 يونيو. اهلا وسهلا بيك سياده العميد. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا وسهلا. حضرتك بقى اتكلمنا عن ثوره يونيو، بتمثل ايه بالنسبه لك والنهارده والثورات والجولات اللي كنت بتعملها النهارده؟ والله انا من جيل دفعه 99 شرطه، احنا عاصرنا دفعه ثوره 2011 وثوره 2013 والفتره العصيبه اللي عدينا بيها كمواطنين مصريين جميعا. وساعتها كنت شغال في مديريه امن اسيوط، والحمد لله يعني الدنيا اتحولت للأحسن ومصر اتغيرت تماما، ووصلنا لحال بيشهد به جميع دول العالم ان احنا في تطور ونماء مستمر الحمد لله. ايه رأيك، دي إرادة شعب أو ثورة شعب؟ الكلام ده صحيح؟ إرادة شعب فعلا. أنا عن نفسي وأنا وقت ثورة 2013 أسرتي كلها، أنا طبعا كظابط شرطة ما كانش ليا الحق إن أنا أشارك في الثورة بأي شكل من الأشكال، إن إحنا مهمتنا كظباط في وزارة الداخلية إن إحنا بنأمن أي حاجة بيقوم بيها الشعب، فإحنا كنا بنأمن المظاهرات دي كان فيها أسرتي بالكامل. ننتقل بقى للجانب الفني والجانب الحاجات الفنيه اللي حضرتك قدمتها بقى، والشعر والغناء اللي قدمته النهارده، كلمنا عنه النهارده. انا ما فيش، انا عندي موهبه الغناء من وانا شاب صغير يعني طبعا، بس الاصول وتعليمات المهنه كظابط شرطه تمنعني ان انا امارس الهوايه دي، فكنت بحافظ عليها على قد ما اقدر يعني في اوقات فراغي ومع اسرتي مع اصحابي، لغايه لما وصلت لرتبه العقيد. بعد سنتين من رتبه العقيد كتبت رغبه الخروج المبكر للمعاش، وحاليا اعمل مدير امن صناعي وسلامه مهنيه باحدى كبرى شركات المنشآت الحديديه الصناعيه في اسكندريه. وفي وقت الفراغ باخد كورس في فصل الغناء العربي بمركز تنميه المواهب بدار اوبرا اسكندريه مع الاستاذ الفنان وليد حيدر سوليست دار الاوبرا المصريه، وبقالي سنتين معاه والحمد لله اتطورت موهبتي. والدكتوره ايناس كان لها فضل عليا كبير ان هي رشحتني لصالون ضابط ولكني شاعر مع اللواء حاتم، والحمد لله حضرت معاهم الاحتفاليه 30 يونيو بمجموعه من الاغاني الوطنيه وظهرت معاهم في اليوم الجميل ده. ما شاء الله، احنا شفناك، احنا بروفيشنال، مش شغل لسه هاوي او لسه مبتدئ، لا شفنا شغل احترافيه خالص. ده خد منك وقت كتير بقى على الاحترافيه دي. القصه دي بتبقى لازم تدريب. الغناء العربي وخصوصا الشرقي الاصيل لازم تدريب متواصل، وانا التحقت بفصل الغناء في اوبرا اسكندريه مع الاستاذ وليد حيدر، وكان بيدربني بصفه مستمره سواء في وقت الكورس او على الاونلاين معاه عن طريق الانترنت يعني. احنا بنشكر الاستاذ وليد حيدر وبنشكر اللواء حاتم اللي قدم لنا حاجه جميله زي كده. نرجع بقى للثوره بتاعتنا، ثوره اراده الشعب 30 يونيو. كلمه حابب تقولها للشعب المصري في الذكرى الجميله دي؟ أنا بقول لكل الشعب المصري الحمد لله اللي احنا فيه، مهما كان في ظروف اقتصادية، ظروف دولية، حروب، الحمد لله مصر آمنة ومصر مستقرة تحت قيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وإن شاء الله إلى الأمام دائما إن شاء الله بإذن الله. إن شاء الله يا فندم. احنا بنقول للشعب المصري برضو بصوا جنبكم وشوفوا الدول اللي جنبكم عاملة إيه، ما تسمعوش كلام أي حد يخرب في مصر، دي بلدكم مش بلد أي حد تاني، وحافظوا عليها. وإحنا بنشكرك جزيلا سيادة العميد، شكرا جزيلا. شكرا لحضرتك، شاكر جدا. ده كان لقاءنا مع العميد هيثم دراز والنجم الساطع في سماء الإسكندرية مستقبلا، وانتظروه في القادم إن شاء الله من مركز الإبداع بالإسكندرية. وكان لقاءات في ثورة 30 يونيو، فانتظرونا ولقاءات أخرى وبرنامجكم صورة مصرية.